عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. عزيزي النهارده هنتكلم عن اضطراب منتشر كتير جدا بين الاطفال، الا وهو اضطراب قلق الانفصال. قلق الانفصال هو عباره عن حاله نفسيه منتشره بين الاطفال وممكن كمان البالغين. هو بيبقى عباره عن الشخص دوت او اللي هو المصاب ده بيبقى متمسك جدا متعلق جدا بالاب او الام، او ان هو المهم ان حد بيرعاه، فهو بيبقى خايف جدا من ان هو يبعد عنه او يسيبه. وكمان تبقى حاله طبعا بتاثر على حياته الشخصيه، وهو الحاله ديت او التاثير ده مش مجرد قلق مثلا زي اللي بيصيب الاطفال لما هم مثلا بيروحوا الحضانه، لا خالص، لا ده هو بيفضل بيأثر حياتهم اليوميه كل يوم. من الاعراض القلق ده هو الاعراض العاطفيه، وان هو بيكون دايما عنده الطفل قلق زياده تجاه الاشخاص دول، او ان هو خايف عليهم، ان هو شايف زي مثلا الاب او الام ان هو ممكن ينفصلوا عن بعض، او ان هو يبعد عن حد فيهم مره واحده. وكمان بيبقى عنده دايما كوابيس ومخاوف تجاه الاشخاص دي، او ان هو شايف دايما ان هو ممكن يحصل لهم لا قدر الله حاجه وحشه، او ان هم يبعدوا عنه. وتاني اعراض وهي الاعراض السلوكيه، زي ان هو ما بيرضاش مثلا يروح المدرسه او يروح الحضانه لانه خايف ان هو يبعد عن الشخص اللي هو قلقان عليه زي بابا او ماما. وكمان دايما بيفضل لازق في الاشخاص اللي هو قلقان عليه. وكمان لو مثلا حد حاول ان هم يفصلوا من الاثنين عن بعض، او مثلا لا قدر او مثلا حصل اي حاجه، بيبقى بيدخل في حاله بكاء هستيري او بكاء مفرط. وكمان بيبقى عنده اعراض جسديه زي ان هو بيكون عنده قلق دايما او مثلا صداع، وكمان الم في المعده، وكمان زي مثلا ضربات زياده في القلب او صعوبه في التنفس كل ما الشخص دوت بيبعد عنه. واول اسباب هي الاسباب النفسيه، زي مثلا الحمايه الزياده، زي لو مثلا لو الاب والام بيهتموا جدا بالطفل زياده عن اللزوم، فبالتالي هيحصل بيهم انتصاب وهيبقى خايف او مش عايز يبعد عنه. وكمان مثلا لو حصلت صدمه زي لو هو مثلا وفاه احد الوالدين، او مثلا لو حصل انفصال مفاجئ زي الطلاق، او مثلا وفاه او ايا كان انه الاثنين انفصلوا عن الطفل. وتاني الاسباب زي الاسباب البيولوجيه، لو مثلا حد في العيله في تاريخ مرضي زي عنده قلق او اصلا عنده اكتئاب. وكمان لو ارتفاع مستويات السيروتونين اللي بيكون مسؤوله عن القلق او الحاجه الموجوده في الدماغ. وكمان برضو اسباب اجتماعيه، لو في تجارب سلبيه سابقه للطفل زي مشاكل مثلا اجتماعيه او مشاكل في الاسره. برافو عليك. في شويه نظريات يا عزيزي فسرت اسباب الاصابه بالقلق الانفصال، زي نظريه التعلق اللي شايفه ان مثلا لما بيكون في اثنين، يعني مثلا لما يكون الطفل متعلق بشخص جامد جدا سواء الاب او الام او اي حد زي ما احنا قلنا، فبالتالي مجرد ان هو هيبعد عنه هيحس مفيش امان او انعدام امان حوالين الشخص ده. وتاني نظريه النظريه السلوكيه اللي بتفسر الموضوع ده ان الخوف عباره عن سلوك متعلق، يعني الطفل لما حصل له موقف مثلا معين زي ان هو لما كان بعيد عن ماما او بابا، حصلت له مشكله حد ضربه، هو ربط ان كل ما هو يبعد عن الشخص اللي هو بالنسبه له مصدر امان هيبقى بالنسبه له في خطر. وكمان في نظريه اللي هي النظريه الادراكيه اللي شايفه ان الادراك دوت او المشكله دي عباره عن نتائج سلبيه، او ان الطفل بيتوقع حاجات سلبيه زي ان هو لو ماما بعدت عني انا اكيد هيحصل لها حاجه وحشه او هيحصل لنا حاجه وحشه. طب انا اقدر ازاي افرق بين قلق الانفصال والقلق الطبيعي؟ القلق الطبيعي اللي هو بيحصل في مواقف معينه، زي مثلا لو الطفل لسه رايح الحضانه اول يوم هتلاقي مثلا الموضوع ده موجود معاه في اول يومين ثلاثه وخلاص. اما القلق الانفصال هتلاقيه مستمر معاه لمده 4 اسابيع مثلا ولا حاجه، وكمان بيأثر على حياته اليوميه. اي النعمه انت بتتكلم صح طبعا. بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. وطبعا يا عزيزي مش هقدر اسيبك كده من غير ما اديك طرق العلاج والتعامل مع اضطراب قلق الانفصال. اول طريقه هو العلاج السلوك المعرفي، او عن طريق ان انا بعلم الطفل ازاي يقدر يتعامل مع المخاوف اللي بتواجهه، وان هو يغير من ان هي تكون افكار سلبيه لافكار ايجابيه. وكمان ان هو ازاي يتعرض او ان هو يتعامل مع المواقف القلق اللي بتسبب له القلق دي واحده واحده او تدريجيا. وتاني طريقه وهو سلوك التعرض التدريجي، عن طريق ان انا كل فتره مثلا بعرض الطفل ان هو يبعد او ان هو يبعد عن الشخص اللي هو بيهتم دوت تدريجي، زي ان انا مثلا ابعد الطفل عن مامته مثلا لمده 10 دقائق، بعد كده وكل يوم المده دي تزيد لغايه لما يبدا يتعود ويطمن. وثالث نوع هو العلاج العائلي اللي هو ساعتها فيها الاخصائي
اخصائي بيعرف او بيساعد الاهل ان هم يفهموا المشاعر او يفهموا الاعراض بتاع القلق دول، عشان ازاي يعرفوا او يعني هم يعرفوا ان هم مثلا يبطلوا التصرفات اللي هي بتزود القلق عند الاطفال. وكمان ساعات ممكن يستخدموا العلاج الدوائي، زي ان هو في الحالات الشديده خطر جدا هو مضادات القلق، لو طبعا الكلام ده لو في الحالات الخطيره. وفي كمان نوع من انواع العلاج هو العلاج باللعب، زي ان هو بيستخدموا شويه العاب معينه للاطفال بحيث ان هو يخفف التوتر الزياده عندهم. برافو عليك. طب انا مثلا لو اب او ام وعندي طفل في البيت، فازاي اقدر اتعامل مع الطفل دوت وكمان ما اخلوش عنده القلق الانفصال؟ اول حاجه وهي التهيئه النفسيه، عن طريق ان انا اهيئ الجو للطفل، زي مثلا ان انا اعرفه او اشرح له قبل ما انا مثلا انفصل عنه او اروح المشوار، اعرفه الدنيا تبقى ماشيه ازاي. اللي هو مثلا انا رايح الشغل دلوقتي وجاي الساعه 3، المهم ان انا ابقى معرفه تفاصيل اليوم هيبقى ماشي ازاي. وكمان ان انا اعمل روتين يومي للطفل. الاطفال لما بتخش في موضوع روتين او يبقى عندها روتين يومي، يبقى بالنسبه لها الموضوع دوت مصدر امان، ان انا اعودها او اعرفها كل يوم ان انا كل يوم من الساعه كذا للساعه كذا عندي شغل، او ان هو اعرفه تفاصيل اليوم بيبقى ماشي ازاي. وثالث حاجه هو التشجيع، زي ان انا اشجعه واكافئه لو هو مثلا قعد شويه لوحده او ان هو مثلا راح المدرسه، وكمان اساعده ان هو يتعلم الاستقلاليه ويساعد نفسه ما يعتمدش على حد غيره. وكمان ان انا ما ينفعش اتجاهل المشاعر بتاعه، زي ان انا لو هو قال لي انا خايف او متوتر اقول له لا شويه كده وتبقى كويس، لا، ان انا لازم احتوي المشاعر بتاعه دوت واقعد اتكلم معاه. وكمان لازم ان انا افي بكل الوعود اللي انا بقول عليه، ما ينفعش بعد ما قلت له على حاجه او ان انا مثلا وعدته بكلمه ان انا اخلف الكلام بتاعي دوت او اغير كلامي. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ عظمه على عظمه. في النهايه قلق الانفصال اضطراب زي اي اضطراب وموجود عند اطفال كتير، بس من المهم لازم يكون في حب واهتمام للطفل عشان نقدر ان احنا نتخطى الاضطراب ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم. سلام.